عن حمام الحرم. تعرفوا إن حمام الحرم لا بيزيد ولا بيقل؟ سبحان الله. وكمان ما بيختلطش مع أي نوع تاني من الطيور، ومناعته قوية جدا ضد الأمراض، لدرجة إن العلماء استبعدوا إمكانية إصابته بإنفلونزا الطيور أيام ما كان المرض ده منتشر، وده من كتر قوة مناعته. طب تعرفوا إن حمام الحرم بيطوف حوالين الكعبة في حلقات دائرية، ومستحيل يطير فوق الكعبة؟ ده ما بيحصلش أبدا. بيقال إن أصل حمام الحرم من الحمامتين اللي عششت على باب الغار أثناء هجرة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، فكان جزاء نسلهم إنهم يعيشوا آمنين في الحرم المكي. والحمام ده لا يجوز قتله أو تنفيره أو إفساد بيضه، واللي بيعمل كده بيكون عليه دية. الحمام ده ما بيباتش في الحرم وملوش أعشاش فيه، لكن بيبات في الخارج، بيمشي عند غروب الشمس وبيرجع في الشروق. أما أهل مكة بقى فبيقولوا إن لحمه عمره ما بيستوي أبدا. والله أعلم.